يا مساء الخيرات عليكم اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل فطاير سهله وسريعه، تتحشى جبنات، تتحشى شاورما، تتحشى اي حشوه انت حباها. يلا بينا، سمي الله وصلي على الحبيب وتعالي شوفي عملنا الجمال ده ازاي. وما تنسيش تدعي دعوه لاخواتك بالنص. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ بصوا، مبدئيا مج من الدقيق زي المج اللي انتوا شايفينه ده، عليه معلقه من الملح، رشه من الفلفل الاسمر، رشه من السكر. في قلب الخلاط بتاعك كده سمي الله وصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حلو قوي كده. هنحط مج من اللبن، اقدر استبدل مج اللبن دوت بمج ميه عادي من الحنفيه، ما فيهاش اي مشكله خالص. وبضايه واحده اهي. وهنبتدي نحط كمان معلقه خل ونضرب بقى كل الكلام ده في بعضه. حسيتي ان هو تقيل معاكي ممكن تزوديه شويه ميه صغيرين. حسيتي ان هو مظبوط، هو طلع معايا مظبوط الحمد لله، اللهم لك الحمد. وطلع 10 على 10. يلا نروح نضربهم ونرجع. هنا بقى كده سمينا الله وجبنا دورق كده كان عندي ببوس كده زي ما انتوا شايفين علشان خاطر نشتغل بيه، والخليط نازل بسم الله ما شاء الله، مفيهوش اي تكتلات خالص. طاسة على النار والنار تكون هادية، ما تعليش النار، طبعا ده مش محتاج ان احنا نعلي عليه النار خالص. هنحط في الطاسة دي نقطة صغيرة قوي كده من الزيت ونمسحها بالفرشة، والطاسة تكون طاسة ما بتلزقش، ودي اهم حاجة، لان طبعا لو لزق منك مش هتعرفي ان انتي تطلعيه. فسمي الله وهاتي طاسة ما بتلزقش ودهنيها نقطة زيت وابتدي اشتغلي ونزلي كده بسم الله اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده، بمعنى الاصح نزلت بمغرفة، وهبتدي احركه شمال ويمين شوية كده لغاية ما يظبط معايا، وهسيبه على النار الواطية، مش هنعلي عليه النار خالص نهائيا. وهنا بقى ما تنسيش يا بطة يا وزة يا حلوة انتي وهي تحطي اللايك بتاعي، ويلا بينا نقلب بقى الفطيرة بتاعتنا او القرصة بتاعتنا او اي حاجة بقى انتي حابة تقولي عليها قوليها. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، هتاخد وش من تحت وحاجة عظمة العظمة. وهنا بقى حطينا واحدة تانية زي ما انتوا شايفين، وعايزة اقول لكم على حاجة علشان ما تستعجليش عليها. انتي شايفة اللي هي اهي في الطاسة كده الجزء دوت مستوي، الجزء الابيض ده لسه ما استواش، فهستنى عليه لغاية ما يستوي وياخد اللون المصفر ده. انا بقى كده اهي استوت معايا وبسم الله ما شاء الله، ودي اهم حاجة وده سر نجاح الفطيرة دي، ان هي ما بتلزقش منك وطالعة معاكي زي ما انتي شايفة كده. تاخد بس وش من تحت اللي هو المحمر ده ونقلبوها على طول. وهنا بقى كده اللهم بارك، ادي الفطير بتاعنا معانا حاجه حلوه جدا. بصوا حلو قوي قوي قوي. تقدري تحشيه اي حشوه انتي متوفره عندك. انا بصراحه ساعات بحشيه، بصوا الطريان بقى، بصوا حاجه بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. بحشيه جبن، واحط طماطمايه كده عليه واتنيه اتنين كده زي الرغيف بالظبط. وبحط بقى في طاسه كده على النار معلقه صغيره، حته صغيره قوي من الزبده، واقوم مشوحاه على الجنبين، واحط الولاد في ورقه زبده ويبتدوا ياكلوه. حاجه بسم الله ما شاء الله سهله وسريعه ومش مكلفه كمان. ويا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.